اهلا بيكم في جولة جديدة في شارع الزمالك. ولما نتكلم عن الزمالك فاحنا بنتكلم عن واحدة من اجمل وارقى مناطق مصر والقاهرة، وتحديدا في شارع البرج. هنتكلم ونشوف مع بعض شجرة بقالها اكتر من 150 سنة. فتعالى اقول لكم ازاي نوصل لشارع البرج بكل سهولة. اول حاجة انا ركبت المترو ونزلت محطة الاوبرا، واول ما وصلت هناك مشيت كده حوالي 5 دقايق لحد ما وصلت المكان اللي ظهر قدامكم ده. هتلاقوا الأوبرا على ايدكم الشمال، وعلى ايدكم اليمين كده هتلاقوا حديقة الحرية. هتحودوا أول حودة شمال هتلاقوا حديقة الأندلس، وهيبقى استمتعوا بالطريق وانتوا ماشيين. بجد الشوارع كلها هناك جميلة قوي لحد ما توصلوا عند المكان ده. المكان ده اسمه حديقة الزهرية، بيبيعوا فيه الزهور والنباتات، وبجد كان شكل المكان جميل قوي وسهل جدا تسألي عليها. هناك كل الناس عارفة الأماكن دي. هتدخلوا الشارع ده هتلاقوا شجرة موجودة كده في وشكم. الشجرة دي بقالها اكتر من 150 سنة، ومعروفة باسم الشجرة الخديوية. وده لان سنة 1868 امر الخديوي اسماعيل بجلب مجموعة من اشجار التين البنغالي من الهند، وزرعها في مناطق موجودة في الجيزة والقاهرة، وكان السبب لتزيين الشوارع. والشجرة دي بتطلع جذور هوائية. اول ما تقفوا قدام الشجرة اصلا هتستغربوا ازاي دي كلها شجرة واحدة بس. كمان الظل بتاعها بيغطي على مساحة حوالي 890 متر، فبالتالي هي اكتر شجرة بتدي ظل على مستوى العالم، وتعتبر من اهم تراث الدولة الخديوية الموجودة في مصر. كمان الشجرة قريبة جدا من البوابة بتاع برج القاهرة. يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا.